بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم في فيديو جديد. ايه رأيكم نعمل مع بعض البصمة القمر دي؟ الباكج كله كان فيه فراشات، يعني دخلنا كده شوية حاجات فيها فراشات. ده كان بروش، ده كان هدية، ومعاها كمان صينية الشبكة دي، وكمان معاها المروحة برضو فيها فراشة بس عملناها سيلفر عشان تبقى مع الفستان. وكانت كمان المراية كانت فراشة. قولولنا كده ايه اكتر حاجة نفسكم ننفذها وهننفذها على طول. البوكيه بقى كان مختلف تماما، هو كان احمر، ده كان طلب العروسة وده كان ذوقها. والحمد لله قدرنا نعمل حاجة بباكج حلو جدا وبسعر حلو جدا. اول حاجة هي بتبقى عبارة عن اكليريك كام شكل ده، ودخلنا او مزجنا بين الخشب وبين الاكليريك، بيبقى ليها قاعدة. تمام. وفيها طبعا الحاجات اللي هي الابيض، الفراشة اللي هي مكان البصمة. اوكي، طبعا بيبقوا 3 2، واحدة العريس واحدة العروسة، والاتنين دبل، ايده وايديها يعني. والكلام بقى كتبنا الكتاب او وجعل بينكم مودة ورحمة، اي حاجة. ده كان دخول مفاجئ كده لصاحبتنا الجديدة اللي بقالها فترة، بس انتوا ممكن تكونوا ما شفتوهاش، اللي متابعني على البرنامج التاني هيلاقيها. ف يعني حبيت اوريها لكم. طبعا الاكليريك زي ما انتوا عارفين يعني ومتابعيني بيبقى ليه كام طبقة؟ طبقتين، صح كده، برافو عليكم. اول طبقة بتبقى بيضة كده وفي شفافة، ويبقى في طبقة بتبقى في حاجات تانية شفافة او 2 شفافين عادي. تمام. المهم انها بتبقى عليها طبقة حماية. اي اكليريك عليه طبقة حماية، حتى الاكليريك الذهبي والسيلفر لازم فيه طبقة حماية كده بنشيلها من عليه، بتدينا بقى اللمعة بتاعة الاكليريك الحلوة دي. تمام. فاحنا ما بنشيلهاش غير اخر حاجة. انا مثلا عملت ايه هنا؟ شلت الطبقة الاولانية علشان نشتغل على طبقة واحدة، الظهر ما يتبهدلش مننا ولا اي حاجة. انا هنا كنت بحاول اركبها، هي كانت مش مظبوطة بس حاولنا ان احنا نظبطها يعني. هي قلت هركب دي الاول، طيب دي الاول عشان ايه؟ طبعا واحده كبيره كل واحده ليها مكان، فانا ما كنتش عارفه ابدلهم ازاي، بس الحمد لله احنا بنحاول لحد ما بنركبها يعني، ما تقلقيش. لو هي ضيقه شويه، ايه اللي بيحصل؟ بالقطر كده بنشيل حرف، من ساعات بيبقى مثلا ايه، الخشب الذهبي فيه كده حته بارزه ولا حاجه، فبالقطر بنعملها بتتشال عادي جدا. الحمد لله ثبتت معانا وزي الفل. بس انا هنا قلت اسندها بقى عشان نظبط الدنيا لما نيجي نثبتها تبقى ثابته تماما. قلت هعمل ايه؟ اثبتها. طيب الاول اثبت الاول الاتنين مع بعض، وبعدين ابقى اثبت القاعده بتاعته. اوكي. بنثبت بايه؟ بنستخدم الامير ده. الامير ده صورته موجوده اهي. خامته فين؟ على التليجرام. طب يا مي، نوصل للاكونت ازاي؟ هتلاقي تحت في صندوق الوصف بيبقى فيه كل حاجه، وفي رقم واتساب لتاكيد اي اوردر. لو انت عروسه ومحتاجه باكج حلو ومحترم، او حاجه على ذوقك، او بوكيه، او اي حاجه نفسك تنفذيها، الحمد لله نقدر تبعتي لنا رساله على الواتساب وهننفذها لك باذن الله حسب ما انت عايزه. باكج كامل، كل ما يخص العرايس. والحمد لله عندنا شحن مصر وشحن بره مصر. تمام. اللي عايز خامات ولسه مبتدئ برضو نفس الفكر، هينزل هتلاقي اللينك. بس سهل جدا. ما عرفش يوصل نت لللينك، ابعتوا لنا بس رسالة على الواتساب، رقم واتس فقط. تمام. نخش بقى على البصمة القمر دي. طبعا احنا ما عملناش دايرة، عملناها برضو ايه، شكل الفراشة كده، تبقى ابيض وعليها فريم كده ذهبي. طبعا نقدر نغير الفراشة دي تبقى لونها سيلفر، فهنغير الديكور خالص ونغير الشكل لو هي عروسة بتحب السيلفر. لكن لو بتحب الذهبي تمام، ممكن نعملها ابيض. بصوا يعني اصلا الابيض ده كله هيتشال هيبقى شفاف، فاحنا نقدر نتحكم فيه براحتنا خالص. طيب بنثبت ازاي؟ بالامير ده نحاول ما نبهدلش الدنيا، نقطة صغيرة ونوزعها مع بعض، ونحاول اهم حاجة ترصوا الاول الكلام عشان ما يبقاش إيه حاجة تحرك مكان حاجة وتبوظ لكم الدنيا. الامير لما بيلزق ما بيطلعش. في كذا حد قال لي طب يا مي انا عندي بصمة او عندي حاجة عليها الامير وعليها الاسماء، ينفع اغيرها؟ لا، للاسف الامير لما بيلزق على الخشب او الاكليريك والحاجات دي بيبقى صعب خالص تتغير، فيعني ملهاش حل للاسف. خلي بالكم وانتوا بتلزقوا الاتنين دول في بعض، علشان هتلاقي طبعا الفريم الذهبي ده للاسف مختلف شويه. مختلف ازاي؟ يعني بيبقى مفكوك عن الابيض، فانتوا بتحطوا النقطه عشان تثبتوها تبقى ايه، نقطه كبيره كده عشان تظبط لكم الدنيا. تمام. بس دي اول مرحله، ان احنا نثبت كل حاجه مكانها. بعدها بقى نخش على مرحله التشكيل. طيب هنشكل ازاي يا مي؟ هقول لكم. التشكيل هيبقى بدول الايه دي، احجار بتاعت الريزن او بتاعت حاجات كتيره جدا احنا بندخلها في شغلنا،
وعملنا منها كمان المراية، فكانت ادت شكل رائع. خلاص بقى خلصنا من الأمير، ركناه على جنب. نخش بقى على ايه؟ على البي 7000. هنعمل بيه ايه؟ بي 8000. اللخبطة دي، بي 8000 ولا 7000؟ 8 ولا 7؟ تمام. انتوا عارفين لما باجي اقول فويس اوفر لازم اتلخبط. لازم نرص بقى ايه؟ نرصه زي ما انتوا عايزين، رصوا الاحجار زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان طبعا لو مدخلين سيلفر هنحط الاحجار ايه؟ سيلفر اكيد. ايه ده، انا ما كنتش ثبت دول اصلا. طيب انا شلتهم تقريبا، معرفش ليه، ساعتها دماغي كان فيها ايه. دمجت بقى الايه؟ الذهبي مع الابيض بالمنظر ده. بحط من اللزق وبعدها برص الاحجار دي متوفرة، والخشب متوفر. حتى لو عندك تصميم مش موجود نوفره ان شاء الله. رص الاحجار على فكرة بجد ممتعة جدا. يعني فكرة ان احنا نرص الحجر كده بجد جنب بعض ممتع موت. جبت بقى ايه؟ شرايط الالماس دي. ده شريط الالماس اللي هو بيتباع بالمتر او بيتباع بالبكر. تمام. بدأت ان انا اعمل ايه؟ هو ده الذهبي، خلي بالكم ان ده ذهبي مش سيلفر. عملت بيه ايه بقى يا ماي؟ عملت كده زي فريم كده، يدي برضو شكل، وبيتقص بالمقص عادي جدا، المقص العادي كمان اهو. ويبتدي ان احنا ايه؟ خلاص اول حاجة عملت باللزق، بعدين نقص الزيادة اللي احنا مش عايزينها. ادت شكل حلو جدا، خلت برضو الخشب كده ليه شكل، يعني ليه كده حلو حلو حلو. يعني انا اقصد ده اللي انا اقصده. تمام. إيه، زي ما انتوا بقى عايزين تعملوا الفريم كله، عايزين تعملوا كل الدوائر دي، بصوا براحتكم. انا عملت ايه؟ هحاول اعمل حتت عشوائي البعاد عن بعض زي ما انتوا شايفين، بحيث ان هو ينطق الدنيا ويبقى شكله حلو. ودمجت برضو نفس فكرة، نفس الالماس دي. تمام. مع ايه؟ عشان بس تعرفوا ان الحاجه تتعمل ميه واحده. يعني مثلا عملنا فراشه، يبقى المنديل دخلنا فيه فراشه، دخلت فيه شرايط الالماس دي. تمام. المرايه دخلت فيها الاحجار دي، عشان يبقى باكج كده. لما يبقى الحاجه باكج كلها في بوكس مع بعض تبقى كده. دي بقى شكلها، بصوا دي بتتباع زي ايه؟ بالمتر او بالبكره زي ما انتوا شايفين كده. بدأنا ان احنا ايه برضو لحد ما هعمل فريم الفراشه كله. وانتوا ذوقكوا طبعا، وانتوا بقى وايه وعنيكوا، لان ده كله بيتعمل كذوق. صح. انا هنا هعمل الفريم كله زي ما انا قلت لكم كده بنفس الفكره. عايزه اقول لكم اللي متابعني في كل المنصات يعني هياخد باله ان انا عامله الفتره دي عروض جامده جدا في شهر 9. وفي رقم تسلسلي، اللي هيخمن صح الرقم التسلسلي ده انا عامله في خلال 3 ايام هدايا خامات هاند ميد. يعني هيتبعت لحد عنده خامات هاند ميد كده كلها فور فري. تمام. هبقى هوريكم بقى بوكس الصور، هتلاقوها كلها في فيديوهات قصيره، اللي هي الشورتس الصغيره خالص اللي بتنزل دي. تمام. اللي بنزلها يوميا. هتلاقوا رقم تسلسلي اللي هيخمن. طيب القرعه، او القرعه دي هتبقى كل قد ايه يا مي؟ القرعه هتبقى يوم 10 ويوم 9. بصوا بقى المنديل شكله عامل ازاي، هتلخبط دلوقتي. يوم 10 ويوم 20 ويوم 11. تمام. 3 ايام دول انا هعمل زي قرعه كده من الكومنتات. فاعملوا كومنتات كتير جدا بالتخمين الصح هياخد هديه. اوكي. قولوا رايكم كده في الشغل ده كله. حابين نعمل ايه معاكم الفتره الجايه؟ ايه اللي في اللي انتوا شايفينه ده كله حابين ننفذه؟ تمام. ايه اكتر حاجه شدتكم وعجبتكم؟ قولوا لي كده. يعني الصينيه مثلا، المرايه القمر دي نعملها ولا ما نعملهاش؟ بصوا شكلها، بصوا بجد يعني ايه يا جدعان ده. يلا الحمد لله. وطبعا المروحة دي خلاص بقى احنا عملناها صح تقريبا، عملناها مع بعض قبل كده. نعمل ده. قولوا لي انتوا عايزين ايه. ماشي. الخامات كلها متوفرة. بحبكم جدا. مي الليسي.